السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. معاكم ميرفت رمضان من قناة كروشيه ميرو. النهاردة بمناسبة دخول المدارس، كل سنة وحضراتكم بألف خير. هننفذ شنطة للمدارس وممكن تنفع للحضانة. سهلة وبسيطة خالص وما فيهاش اي حاجة، مش هتاخد وقت منك خالص. هننفذها بخيط المكرمية القطن. خيط المكرمية القطن فيه كذا سمك فيه، وانا هوريكم السمك بتاعي بيتحكم في حجم الشنطه ازاي، وبيفرق في الايه في التفنيشه بتاعت الشنطه ازاي. انا نفذتها بخيط مكرميه اسمه زينه. الخيط ده اهو، الخيط ده اهو، السمك بتاعه زي ما حضراتكم شايفين اهو، اسمه زينه. في منه خيط اسمه بيور برضو، سواء زينه او بيور، اي حاجه، اي خيط مكرميه قطن مصري هنشتغل بيه عادي. او ممكن تشتغلي بخيط اليزا ديفا، ممكن تشتغليه على فتلتين عادي برضو اهو. بصوا حضراتكم، الشنطه فيها رباط من جوه عشان يضيق ونوسع منها بالشكل ده. حجمها كبير وواسع وتشيل حاجات كتير. حجمها كبير طبعا، مش باينه عشان خاطر التصوير والمساحه ضيقه فمش مبيناها كويس اهو. وده الايه، وده الحبل بتاعها بتاع الايد اهو، زي ما حضراتكم شايفين. سهله وبسيطه خالص. شايفين انتوا حضراتكم الخيط بتاعي ده مديني ايه؟ مديني الطريان بتاع الشنطه دي. شايفين عامله ازاي؟ مش ماسكه نفسها كده عشان الخيط ده رفيع. برضو هوريكم انا اشتغلت بخيط تاني اسمك شويه. الخيط الاسمك شويه ده اهو برضو اليزا، برضو اسمه زينه، بس ده سمكه اتخن من السمك الايه التاني. تمام. ده اللي احنا هنشتغل بيه النهارده في الايه، في الشنطه بتاعتنا. هوريكم الفرق بين ده وبين ده اهو، زي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي. الشنطه التانية اهي زيها بالظبط، بس عشان الخيط بتاعها سميك وفيها حبل برضو اهي، واسعه من جوه وفيها حبل اهو. ده الخيط بتاع الايه، الخيط بتاع الشنطه دي اللي هو ده زينه، اللي ايه السمك اللي ايه اللي اتخن شويه اهو. لو انت عايزه تعمليها زي دي بتستخدمي الخيط ده، لو انت عايزه تعمليها زي التانية بتستخدمي الخيط اللي ايه التاني اللي ارفع شويه، على حسب ايه انت عايزه ايه وراحتك. تمام. عشان ننفذ الشنطه بتاعتنا دي انا هحتاج لايه؟ انا هحتاج للخيط. اولا الشنطه بتاعتي دي اخدت 4 بكرات زي دول بالظبط. تمام. البكره تقريبا ربع كيلو، خدت 4 بكرات بالظبط. تمام. وطلعت كده بنفس الايه، بنفس الشكل ده. طيب الشنطه التانية خدت 3 عشان السمك ارفع شويه، مع ان نفس الخطوات هي بس خدت 3 بكرات من الايه، من الخيط ده. الرفيع خدت 3 بكرات، السميك شويه خدت 4 بكرات. احنا هنحتاج ليه عشان ننفذ الشنطه بتاعتنا؟ 4 بكرات من الخيط بتاع زينه ده او بيور او القطن بيور. هنحتاج 4 بكرات. تمام. وهنحتاج، شايفين يا حبايبي ده الايه، ده الشكل المجسم اللي على وش الشنطه. زي ما انتوا شايفين اهو، الشكل المجسم ده بيتجاب كده بالشكل ده. وبعدين احنا بعد ما بنخلص الشنطه بنروح حاشين في فتحات اهو، بنحط فيه فايبر عشان يديني الشكل اللي ايه مجسم، اللي زي ما حضراتكم ايه شفتوه في الايه في الصوره. اي شكل طبعا ده بيرجع لك ولذوقك زي ما انت ايه، زي ما انت عايزه، وعلى حسب اللون بتاع اللون اللي انت بتختيارك للايه، للشنطه. هنحتاج لايه؟ انا هحتاج للمقص وهحتاج لقفل، وهشتغل بإبرة رقم 4 عشان انا عايزة الشنطة بتاعتي تبقى الغرزة بتاعتها متماسكة شوية، وإبرة تنظيف. وهحتاج الماركر، إبرة تنظيف، سواء الإبرة اللي هي المعدن دي أو دي شغالة. وهحتاج لإيه؟ للماركر عشان أعلم بيه، مش هحتاج أكتر من كده. هما دول أدوات الإيه، الأدوات اللي أنا هستخدمها عشان أنفذ الشنطة بتاعتي. 4 بكرات والايه والحاجات دي. طبعا الحاجات دي الاشكال دي بتتباع عند الناس اللي بيبيعوا مستلزمات الخيوط، لو سالتوا عليها هتلاقوها. تمام. نبتدي على بركه الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. واحتاج طبعا مزوره عشان خاطر اقيس بيها في الاول، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم.
اول حاجه يا حبايبي معانا اهو هنبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا نسيت اقول لكم هنحتاج للعلقتين بتوع الشنطه دي، سواء دي اسمها علقه نص دايره، تمام؟ ممكن تجيبيها دايره كامله، يعني انا عاملاها بشنطه الاولانيه عاملاها دايره كامله زي دي كده اهو، اللي موجود ومتاحه طبعا. مش سهله الفتح، مش سهله الفتح، الحلقه مقفوله اهي زي ما حضراتكم شايفين. سوى دي اللي تلاقيها دي هتنفع ودي هتنفع، هتحتاجي الاتنين بس، تمام؟ هاجي بقى بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم، اقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهنيجي نعمل اول حاجه عقده البدايه. الابره معايا اهي وده الخيط. هاجي كده اهو اسمي الله وادخل. بصوا البنات المبتدئه اللي مش عارفه يعني ايه عقده البدايه، اهي انا بعمل الخيط بتاعي كده اهو، واروح مدخله هنا اهو الخيط بالفتله بتاعتي هنا، واروح ساحبه الخيط كده. دي اسمها عقده البدايه، تمام؟ هرتفع بالسلاسل بتاعتي بقى، هعمل 20 سلسله. ادي 1، ادي 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20. دول كام؟ دول 20 سلسلة. طبعا سمك الخيط التاني كانوا اكتر من 20 سلسلة، فاحنا عشان خاطر انتي تشتغلي براحتك بالخيط اللي انتي مناسب ليكي، فاحنا هنقيس السمك بتاع البداية بتاعتنا بالمزورة اضمن، عشان اي خيط عندك متاح تشتغلي بيه انتي هتمشي على المقاسات، مالكيش دعوة بايه. اهو معنى كام؟ دول طلعوا 16 سنتي بالشكل ده، تمام؟ 16 سنتي. بقى هعمل ايه؟ زي ما انا كده اهو كده انا عملت ال20 سلسله، مش هاخد سلسله ارتفاع ولا حاجه، هما انا هكتفي بال20 سلسله دول. هدخل هنا كده اهو في اول غرزه، هسيب الغرزه اللي هي الاولانيه دي اهي، وهدخل في تاني في اول غرزه كده، واروح عامله غرزه حشو. اول غرزه حشو معايا اهي، تمام؟ وبعدين هدخل في الغرزه اللي بعديها غرزه حشو، والغرزه اللي بعديها غرزه حشو، وهكمل السطر كله بنفس الطريقه غرزه حشو. هشتغل في كل غرزه، تمام؟ اهو بالشكل ده كده. كده انا عملت كام؟ في الاخر هلاقي عندي كام؟ 18 غرزه، وفي الغرزه 19 هقول لكم عشان احنا نقصنا غرزه اللي هي بتاعه الارتفاع، ما مش محسوب كده. دي الغرزه الاخيره. انا كده عملت كام؟ 18. لو عديناهم هنلاقيهم 18 غرزه. هاجي في الغرزه الاخيره دي بقى هشتغل هعمل حاجه اسمها تزايد. يعني هزود، مش هشتغل غرزه واحده، هعمل تزايد. زي اولا دي الفتله اللي هي بتاعت البدايه، هجيبها كده اهو قبل ما اعمل الغرزه الاخيره كده. بصوا انا عملتها ازاي كده اهو، عشان خاطر اداريها في الشغل بتاعي وانا شغال. هاجي هنا اهو كده بالشكل ده، اروح اروح عامله اول حاجه، ادي اول غرزه، تمام؟ واروح معلماها في الغرزه الاخيره اللي هي رقم 19. هاجي في الغرزه رقم 19 هروح عامله اول غرزه، تمام؟ هاجي في نفس مكاني برضو هدخل واعمل واعمل غرزه، يبقى كده كام؟ يبقى كده 2. وهاجي في نفس مكاني اعمل غرزه، دي الغرزه كام؟ رقم 3. علمنا الغرزه الاولانيه اهي، ونعلم الغرزه الاخيره بالشكل ده كده. الثلاث غرز بتوعي غرزه وغرزه، والغرزه اللي في النص ما علمناهاش. وهشتغل بقى، هرجع تاني بالغرز بتاعتي بغرزه حشو لحد ما اوصل لبدايه السطر معايا. ادي 1، ادي 2، برضو هعمل 18 غرزه. بصي يا حبايبي، اخر غرزه الغرزه رقم 18 بتاعتي اهي بعد العلامه. انا عملت ال 18 غرزه كده. هاجي في الغرزه الاخيره بقى دي اللي انا كنت عامله فيها غرزه، اللي هي غرزه البدايه دي، كانت اول واحده اهي. دي كانت تعتبر في السطر اللي هو جديد، السطر اللي هو التاني، تمام؟ فانا هعمل جنبها غرزتين. ادي اول كده احنا عندنا واحده، يبقى هنعمل 2 زي ما عملنا زي ما عملنا هنا 3، يبقى لازم يبقى هنا 3 في الناحيه دي برضو، تمام؟ ادي هاجي هنا اعمل واحده واروح معلماها برضو، ادي واحده، تمام؟ واحط العلامه عشان ما انساش. وانا خليت العلامه الصفراء
اهي عند الايه، دايما عند بدايه السطر، يعني الماركر ده والماركر ده اللي لون واحد، دي عشان اعلمها تبقى بدايه السطر، والناحيه دي اللي هما الالوان اللي هو ايه نهايه السطر، عشان ابقى معلماها. انا كده عملت غرزه، والغرزه ايه، ادي ايه الغرزه التانية. تمام كده يبقى معانا كام؟ 3 غرز. انا مش هقفل بمنزلق، انا عايزه اشتغل بقى ايه حلزوني كده. تمام، عشان اشتغل حلزوني هعمل ايه؟ هاجي الغرزه الاولانيه دي اهي كده، انا هبتدي بقى كده اهي الغرزه دي واحط العلامه، تعتبر في السطر الايه، السطر الجديد. تمام اهي، يبقى هنا الاول واحده هنسيب واحده، والغرزه الثالثه هنروح معلمينها زي ما عملنا برضو ايه الناحيه التانية. يعني هنا بصوا اهي علمنا الاتنين دول وسيبنا اللي في النص، وهنا برضو هنعلم ايه دي ونسيب اللي في النص. تمام، هاجي بقى هشتغل عادي غرزه فوق كل غرزه لحد ما اوصل للايه للعلامه بتاعتي عادي. هكمل السطر بقى كل غرزه فوق كل غرزه وارجع لكم تاني عشان نشوف هنعمل ايه في التزايد بتاعنا. خلصت يا حبايبي السطر اهو، وصلت للايه العلامه، وخدت الخيط بتاعي البدايه معايا اهو تحت الايه تحت الشغل، وهقص الزياده دي خلاص، خدت جزء والباقي هقصه عشان ايه مش ما يلحمنيش وانا شغاله. تمام، انا وصلت للايه اهو اخر غرزه قبل الايه قبل العلامه بتاعتي اهو. تمام، ده كده الايه السطر اللي هو الايه التاني. هاجي اروح شايله الايه العلامه وهدخل اروح عامله اول حاجه، ادخل كده تحت الحلقتين، ادخل كده بالشكل ده تحت الحلقتين اهو، هدخل اعمل اول غرزه حشو. تمام، في نفس الحلقه برضو هعمل تزايد، يعني التزايد يعني ازود غرزه، مش هعمل غرزه واحده. تمام، وهاجي هعلم الغرزه الاولانيه، يبقى انا كده عملت ايه اول تزايد عندي. تمام اهو، هاجي هنا الغرزه اللي بعديها برضو هروح عامله فيها غرزتين بالشكل ده اهو، ادي واحد ادي اتنين، دي الغرزة اللي ايه رقم 2، عملنا برضو فيها 2، يعني ال3 غرز بتوعي هيبقوا في 6. هشيل العلامة وهعمل الغرزة الثالثة برضو هعمل 2، يبقى انا كده كان عندي كام؟ كان عندي 3 غرز بقوا كام؟ بقوا 6، يبقى انا زودت ايه، هو ده التزايد بتاعي. هاجي بقى هعلم انهي هنا غرزة، هنا علمت الغرزة الاولانية، هعلم هنا الغرزة الاخيرة بالشكل ده. تمام، عشان خاطر بس ايه اعرف العلامات بتاعتي، وبعد كده همشي بقى تحت الحلقات بتاعتي بغرز عادي لحد ما اوصل لاخر الايه لاخر السطر بغرز حشو بنفس الايه بنفس الطريقه. هشتغل برضو كده تحت كل حلقتين، بشتغل بعمل ايه، بعمل غرزه حشو. وصلت للعلامه بتاعتي يا حبايبي اهو، فضلت ماشيه غرزه فوق كل غرزه لحد ما خلصت، وصلت للعلامه. اشيل العلامه برضو وزي ما عملت هنا هعمل هنا اول واحده هروح عامله فيها برضو غرزتين، واعلم الاولى بتاعتي ادي كده غرزتين، واحط العلامه مكان اول غرزه بالشكل ده، وهاجي تاني غرزه هروح شغلاها من غير علامه اهو، تاني غرزه اشتغل برضو فيها 2 بالشكل ده. اشيل العلامه بتاعتي واروح شغاله ايه في الغرزه الايه الثالثه، هشتغل برضو كده ايه غرزتين بالشكل ده، وهعلم برضو الايه الاخيره معايا زي ما علمت هنا، هعلم هنا يبقى هنا 6 غرز، وهنا ايه 6 غرز نفس الحكايه برضو. همشي كده اهو لحد ما اوصل للعلامه عشان نشوف هنعمل ايه في التزايد الجديد. هخلص السطر وارجع لكم تاني. وصلت يا حبايبي للعلامه بتاعتي اهي كده، يعتبر ايه احنا زي ما احنا عارفين بدايه السطر بتاعتي بتبتدي منين؟ من عند العلامه الصفراء هنا، ده بدايه السطر الجديد. تمام، يعني احنا هنا كده احنا تزايدنا في السطر اللي هو القديم، وتزايدنا هنا ده التزايد بتاع السطر اللي فات. ما دام جينا للالوان هنا هنبتدي في التزايد بتاع السطر الايه في السطر الجديد. هاجي هنا اشيل الماركر، هنعمل ايه بقى في السطر ده اهو. السطر اللي فات احنا كنا بنشتغل في كل غرزة غرزتين، لا السطر ده هشتغل اول حاجة اول غرزة هشتغل فيها غرزتين بالشكل ده، واروح حاطة العلامة بتاعتي عشان ما انساهاش عشان ما اتلخبطش في العدد بتاعي وكده اهو. اجي بقى في الغرزة اللي بعدها اشتغل غرزة واحدة اهو،
الغرزة رقم 3 هشتغل فيها غرزتين اهو، غرزة وغرزة. الغرزة اللي بعديها غرزة واحدة اهو، الغرزة اللي بعديها غرزتين بالشكل ده اهو. كده احنا ايه اهو عملنا في السطر ده التزايد بتاعنا غرزة وغرزة، يعني غرزة بنعمل فيها 2 وغرزة بنعمل فيها غرزة واحدة. وصلت للعلامة بتاعتي، العلامة بتاعتي خلاص انا هنا اشتغلت التزايد بتاعي، مش هشتغل تزايد في الغرزة دي بقى خلاص اهو. هدخل كده اعمل غرزة حشو عادي برضو، هحط ارجع العلامة بتاعتي تاني اهو عشان منساش. هاجي بقى هشتغل عادي، همشي هنا فوق كل غرزة تحت الحلقتين الغرزة بتاعتي اهو، غرزة فوق كل غرزة لحد ما اوصل للعلامة برضو التانية. هخلصهم برضو وارجع لكم تاني نعمل التزايد بتاع الجنب ده. وصلت يا حبايبي لاخر السطر اهو. هنبدأ بقى نتزايد في السطر ده بقى في الجزء ده عشان ننهي السطر بتاعنا ونبتدي في السطر الجديد. هاجي هنا اهو، هروح عامله برضو ايه زي ما تزايدت هنا هتزايد هنا. اول غرزه هعمل فيها غرزتين واروح حاطه العلامه في اول غرزه عندي بالشكل ده، وهاجي الغرزه اللي بعديها غرزه واحده، واللي بعديها رقم 3 هعمل فيها غرزتين بالشكل ده. هاجي الغرزه اللي بعديها غرزه واحده، اللي بعديها غرزتين اهو، وهاجي هشيل العلامة بتاعتي كده وهلاقي الست غرز عندي بقوم كام؟ بقوم 9 وهحطها برضو ادي اول ايه عشان منساش برضو. هشتغل الغرزة دي كده، احط العلامة منساش العلامة اللي ايه، العلامة في الغرزة اللي قبليها اهي بعد الايه بعد الغرزتين. بس كانوا الاول 6 بقوم 9، السطر ده بقوم 9 غرز من الجناب، وال18 بتوعي ثابتين اللي هو في الجناب دول ثابتين زي ما هم. هخلص برضو السطر كده ونيجي هنا عند المنطقة بتاعة التزايد عشان خاطر نشوف هنعمل ايه. خلصت يا حبايبي السطر غرزة فوق كل غرزة، 18 غرزة بتوعي خلصتهم. وهاجي هنا اهو هعمل التزايد في السطر الجديد زي ما احنا متفقين. التزايد في السطر الجديد احنا معلمينه بالايه بالماركر الالوان عشان ما نتلخبطش. تمام اهو. هاجي هنا كده اروح داخله في اول غرزه هعمل ادي 1 ادي 2، اول غرزه عملنا فيها تزايد. هاجي اروح ايه معلمه العلامه بتاعتي كده تمام اهو. وبعدين هاجي في الغرزه اللي بعديها تحت الحلقتين هعمل اول غرزه، والغرزه اللي بعديها هعمل غرزه، يبقى كده عملنا غرزتين من غير تزايد. هاجي في الغرزه رقم 3 هعمل تزايد يعني نزود ايه غرزه على الغرز بتاعتنا. والغرزه اللي بعديها غرزه ادي 1، واللي بعديها ادي 1 يبقى 2، والغرزه اللي بعديها هتبقى ايه تزايد في الغرزه رقم 3. هاجي هنا اعمل غرزه واشيل العلامه بتاعتي واشتغل فيها غرزه وارجعها تاني، هشتغل غرزه وارجعها تاني بالشكل ده تمام اهو. لو عدينا الغرز بتاعتنا هنلاقيهم 12 غرزه اهو، 2 4 6 8 10 12 غرزه، وزودنا 3 غرز تاني في السطر ده. وهرجع برضو هشتغل غرزه فوق كل غرزه، 18 غرزه الثابتين بتوعي هشتغلهم كده بالشكل ده 18 غرزه ثابتين لحد ما اوصل برضو للايه للعلامه بتاعتي. اخلصها برضو وارجع لكم تاني. وصلت لاخر السطر يا حبايبي بعد ما خلصت الغرز بتاعتي بتاعت الثبات عند الماركر الاصفر اهو. وهشيل اول ماركر معايا وهاجي اعمل ايه زي ما عملت الناحيه دي. هعمل الناحيه دي هنا انا كنت بشتغل غرزه تزايد وبعدين غرزتين، نفس الحكايه اهو. ادي 1 هشتغل ادي اول 1 اهو، ادي 2 وبرضو ايه هروح حاطه العلامه بتاعتي اهو، وهاجي برضو هشتغل غرزة ادي 1 ادي 2 ورقم 3 هشتغل فيها تزايد ادي 1 ادي 2
هاجي ادي 1 من غير تزايد، ادي 2 من غير تزايد، وهاجي في رقم 3 برضو هشتغل التزايد بتاعي بالشكل ده. هلاقي عندي بقى ايه فاضل غرزتين. الغرزة الاولانية هتبقى من غير تزايد عادي برضو، والغرزة بتاعت العلامة بتاعتي برضو من غير تزايد. هيبقى عدد الغرز عندي هنا زي هنا، دي اول غرزة في السطر الجديد اهي. هحط العلامة في الغرزة اللي قبليها اهي، هيبقى عندي برضو هنا 12 غرزة وهنا 12 غرزة، وهبتدي السطر الجديد غرزة فوق كل غرزة. الغرز الثبات بتاعتي اللي ما بعملش تزايد فيها هخلصهم برضو لحد ما اوصل للعلامة، واقول لكم في السطر الجديد ده احنا هنتزايد، هنعمل تزايد في الغرزة رقم كام، اخلصها وارجع لكم تاني. خلصت يا حبايبي كده الغرز الثبات بتاعتي اهي، وصلت للعلامة وهبتدي ايه اعمل تزايد. التزايد ده اللي هو بتاع السطر الجديد. هنعمل ايه، ادي اول واحد اهو، ادي اول غرزة هنعمل فيها غرزتين عادي زي ما احنا ايه بنعمل كل مرة، ونعلم الغرزة الاولانية بالشكل ده اهو. وهاجي هنا هاجي في الغرزة رقم 2 هدخل واعمل غرزة، ادي اول واحدة. الغرزة اللي بعديها برضو من غير تزايد، ادي 2. الغرزة اللي بعديها ادي 3. احنا كنا في السطر اللي قبل كده كنا بنعمل غرزتين، وفي الغرزة الثالثة بنعمل تزايد، يعني بنعمل 3 غرزتين بس من غير تزايد، والغرزة الثالثة بنعمل تزايد. هنا هنزود غرزة، هنعمل 3 غرز من غير تزايد، وبعدين نعمل الغرزة اللي هي الرابعة. في الغرزة الرابعة هنشتغل ايه التزايد بتاعنا اهو. ادي الغرزة الرابعة بتاعتي، ادي ايه تزايد، واعمل ادي 1 ادي 2 ادي 3، وهاجي في الغرزة رقم 4 اروح شغالة التزايد بتاعي اهو بالشكل ده. هاجي 1 ادي 2 ادي 3، مش هعمل تزايد تاني خلاص اهو. احنا عملنا بنزود كل سطر، لو تلاحظوا ان احنا كل سطر بنزود 3 غرز بس اهو. النتيجة بتاعتي هتبقى بعد كده 15 غرزة، هيبقى معايا 15 غرزة من الماركر ده للماركر ده. هاجي اروح عاملة الغرزة اللي هي الاخيرة اهو، واحط العلامة بتاعتي برضو بالشكل ده اهو كده. دول 15 غرزة، واشتغل 18 غرزة الثبات بتوعي. وبعد كده برضو هاجي اكمل برضو نفس التزايد زي ما عملت هنا اهو، اعمل هنا اهو اشتغل الغرزة الاولانية، وبعدين اشتغل الغرزة اللي اسيب 3 غرز، وفي الغرزة رقم 4 تزايد. الغرزة الايه اشتغل بعد التزايد 3 غرز من غير تزايد، وبعد كده ايه يعني السطر ده بنسيب 3 غرز في الجناب من العلامة دي للعلامة دي، ونشتغل في الغرزة رقم 4 عشان ما اطولش بس عليكم الفيديو. خلصت يا حبايبي برضو التزايد من هنا، كنت بتزايد في الغرزة رقم 4 زي هنا بالظبط. هشتغل بقى السطور الغرز الثبات بتاعتي برضو هنا كده اهو. ده السطر السادس، احنا كده السطر اللي فات كان السطر الخامس، ده السطر السادس تمام. ده اول ايه اول السطر السادس بتاعنا. هشتغل كده غرزة فوق كل غرزة لحد ما اوصل للعلامة بتاعتي بالشكل ده. خلصت كده يا حبايبي، وصلت الايه الغرز بتاعت التزايد بتاعتي. هاجي بقى من اول السطر السادس ده هنعمل حاجه بسيطه قوي. بصوا يا حبايبي احنا ايه لما بنيجي نشتغل الغرز بتاعت التزايد هتبصوا لو تلاحظوا كده هتلاقوا تبدا تعمل كيرف كده من هنا وكيرف من هنا وكيرف من هنا، عشان غرز التزايد بتاعتي في نفس الايه في نفس المكان بتاعها تمام. هتلاقيها عامله كيرف كيرف كده، فهتديني ايه مش هتديني الشكل البيضاوي اللي انا عايزاه. فهنبتدي بقى ان احنا نعمل ايه نغير الاماكن بتاعه التزايد بتاعتي
هنغيرها ازاي؟ اهو هي نفس التزايد بتاعي هو بس انا كل اللي هعمله ان انا هغير بس الاماكن. يعني انا كنت الاول ببدا في اول السطر ببدا بايه؟ بتزايد. لا انا السطر ده مش هبدا بالتزايد، وبرده هعلم، لازم اعلم الايه الغرزه بتاعتي عشان هي دي غرزه البدايه. عملت اول غرزه اهو. السطر اللي فات كنا بنشتغل 3 غرز وبنشتغل في الغرزه الرابعه التزايد بتاعي. السطر ده هنشتغل 4 غرز وبنشتغل في الغرزه الخامسه التزايد. انا ابتديت بغرزه ايه؟ مفرده اهي. ادي تاني واحده من غير ايه؟ من غير تزايد. تالت واحده من غير تزايد. رابع واحده من غير تزايد. هاجي في الغرزه رقم 5 اروح عامله التزايد بتاعي عشان اظبط بس شكل الايه، شكل القاعده الايه البيضاوي بتاعتي ما تبقاش فيها كيرف كده وتبقى ايه مش مظبوط. هاجي برضو هنا كده اهو اشتغل. ادي 1 2 3 4 وفي الغرزه رقم 5 اروح عامله ايه اهو، اروح عامله التزايد بالشكل ده. شايفين اخدت الشكل البيضاوي ازاي عشان ما تعمليش كيرف اهو. هاجي برضو ادي 1 ادي 2 3 4. هلاقي عندي بقى كده الغرزة رقم 5 هتيجي ايه المكان بتاعها، مكان العلامة بالشكل ده. هشيل العلامة بتاعتي وهاجي اروح داخلة عاملة برضو غرزتين. ادي 1 ادي 2 بس، وهعلم الغرزة الاخيرة بتاعتي عشان ما انساش. لازم الماركر بتاعي مكانه كده. كل اللي انا عملته يا حبايبي احنا بنتزايد في الغرزه رقم 5 بس. اللي انا عملته ان انا غيرت مكان الغرز بتاعت التزايد عشان ما تعملش معايا كيرف وتبوظ لي شكل الايه البيضاوي بتاع الشنطه. تمام كده انا خلصت. هشتغل برضو غرز الثبات هنا، واللي عملته هنا هعمله هنا برضو. هوصل لهنا وهوريكم برضو هنعمل ايه. خلصت يا حبايبي الغرز بتاعت الثبات بتاعتي اهي. وهاجي هنا اشيل الماركر اهو، ونفس اللي انا عملته هنا هعمله هنا برضو. هاجي في اول غرزه مش هعمل تزايد، هعمل غرزه كده. ادي اول واحده واروح معلماها برضو عشان ما انساش العلامه بتاعتي اهو. وهاجي هنا برضو ادي الغرزه اللي بعديها من غير تزايد. تالت غرزه من غير تزايد. احنا كنا بنتزايد في الغرزه رقم 5. دي رابع غرزه اهي اهي. 1 2 3 4. وهاجي في الغرزه رقم 5 اروح عامله التزايد بتاعي بالشكل ده بس. هاجي الغرزة ايه اللي بعديها. ادي 1 هعد برضو. ادي 2 3 4 ادي 5. هاجي الغرزة رقم ايه 5 اهي. رقم 5 بنعمل فيها تزايد بالشكل ده. وهاجي الغرزة اللي بعديها ادي 1 وده السطر رقم 6. ادي 2 ادي 3 4. وهيجي برضو العلامة بتاعتي هتبقى في الغرزة رقم 5 زي الناحية دي بالظبط. هروح شايلة العلامة واروح شغالة برضو ايه مكانها غرزتين، وهعلم الغرزة الأخيرة. من الناحية دي بنعلم الغرزة الأولى، من الناحية دي بنعلم الغرزة الأخيرة عشان تبقى نهاية التزايد بتاعي عشان ما نتلخبطش اهو. هو ارجع احط العلامة اهي في الآخر زي ما انتوا شايفين. خلاص اهو. وده بقى بصوا اهي شكل الايه، شكل القاعدة بتاعتي بدأت تظهر اهي. هخلص برضو الغرز بتاعتي الثابتة وهاجي هنا عشان نشوف هنعمل التزايد بتاعنا ازاي. وصلت يا حبايبي خلصت الغرز بتاعت الثبات بتاعتي اهي. وصلت للغرزة العلامة بتاعتي في السطر المفروض دي التزايد بقى الجديد. هشيل العلامة بالشكل ده. طب هعمل ايه في السطر ده؟ السطر ده رقم 7 تمام. هتزايد في الغرزة، كنا بنتزايد في الغرزة رقم 5، لا انا هتزايد في الغرزة رقم 6. بس انا هعمل ايه بقى المرة دي؟ هشتغل في اول غرزة تزايد اهو عشان بس ايه الخبط الغرز اغيرها من مكانها عشان ما تعمليش ايه، ما تعمليش كيرف وتبوظ لي الشكل اهو. هشتغل عادي السطر ده، يعني هنمشيها سطر وسطر. سطر نغير مكان التزايد والسطر العادي. ادي كده اول غرزه عملت فيها 2 وعلمت فيها ايه اول واحده. بعد كده ادي 1 ادي 2 3 4 5 والغرزه رقم 6 اروح عامله فيها تزايد بالشكل ده. وهرجع تاني اروح عامله ادي 1
هشتغل 5 غرز، والغرز 2 اهو، 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6 هنعمل فيها التزايد بتاعنا. تمام اهو. وهنا ادي 1 2 3 4 ونشيل الغرزة بتاعت الماركر بتاعتي، نحط مكانها واحدة بالشكل ده، ونرجعها تاني، ونرجع علامتنا تاني اهو بالشكل ده. شايفين؟ بصوا لو تلاحظوا، بصوا السطر ده، بصوا اهي الحتت اللي انا بقول لكم عليها اللي بتعمل كيرف دي، لما بنيجي نعمل السطر اللي بعده بنداري الايه الاجزاء دي. هكمل بقى عادي السطر ده رقم كام؟ رقم 7. هكمل عادي، وهاجي هنا برضو هعمل زي ما عملت هنا اهو التزايد بتاعي في الغرزة رقم 6. هخلص لحد ما اوصل للعلامة بتاعتي هنا برضو، ونشوف التزايد هنا العلامة دي عشان نشوف التزايد الجديد هنعمل فيه ايه. يعني انا هخلص السطر ده كله كده واتزايد هنا زي ما تزايدت هنا، وبعد كده اوصل للعلامة دي وارجع لكم تاني عشان خاطر نشوف هنعمل ايه في التزايد الجديد. خلصت يا حبايبي السطر كده اهو، وهنبتدي بقى في التزايد، وابتدينا السطر الجديد اللي هو رقم 8. هنبتدي بقى التزايد بتاع رقم 8. يعني احنا كده المعلمه بتاعتي اهي، بدايه السطر زي ما انا قلت لكم بتبقى ايه بعد العلامه الصفراء كده. ده السطر الثامن. تمام اهو. هاجي بقى هنا اهو، اروح شايله الماركر. هنعمل ايه في السطر ده؟ هنغير برضو اماكن التزايد بتاعتي. هشتغل ادي 1 2 هنحط العلامة عشان ما ننساش في اول واحدة اهي 3 4 5 6 7. هعمل غرزة التزايد بتاعتي في غرزة رقم 7 عشان احنا كنا بنتزايد السطر اللي فات في الغرزة رقم 6. هاجي الغرزة هاجي الغرزة دي، هاجي السطر ده هشتغل اتزايد في الغرزة رقم 7 كده. عملت اول تزايد معايا اهو. هاجي 1 2 3 4 5 6 الغرزة رقم 7 هتزايد فيه بالشكل ده. وهاجي بعد كده ادي 1 2 3 4 5. وهتيجي الغرزة بتاعتي 7 برضو هتبقى مكان مكان الماركر زي السطر اللي قبل اللي فات اهو. هاجي هنا اروح شايله، اشيل الماركر واروح عامله 1 ادي 2 واعلم الغرزة الاخيرة بالشكل ده. وده السطر معايا رقم 8 اهو. هكمل بقى كده انا اهو. ده الشكل اخدت معايا الشكل ده زي ما انتم شايفين اهو. اشتغلت التزايد بتاعي هنا، غيرت التزايد بتاعي. خلاص هخلص بقى الغرز بتاعتي الثبات بتاعتي. وبرده عشان ما اطولش عليكم هاجي هنا اهو برده هشتغل غرز من غير تزايد، وهشتغل في الغرزه ال7 تزايد، وهسيب وهسيب كام غرزه 6 غرز من غير تزايد، والغرزه ال7 هتبقى تزايد. هخلص السطر ده برده لحد ما اوصل للسطر الجديد واقول لكم هنعمل ايه. خلصت يا حبايبي كده. بصوا انا خلصت السطر الثامن، وجيت عند الماركر برضو الاصفر عملت نفس التزايد بتاع السطر الثامن. يعني بعمل تزايد، بعمل 6 غرز، وفي الغرزه ال7 انا بعمل التزايد بتاعي. وكده يعتبر بعد الماركر ده بدايه السطر الجديد اللي هو رقم 9. يعني انا دلوقتي في التزايد بتاع رقم السطر رقم 9. هعمل التزايد بتاعه معاكم اهو. ده السطر التاسع ده والاخير في القاعده بتاعتي.
هنشوف برضو المقاس بتاعه قد ايه عشان خاطر نشوف هنحتاج نعمل سطر تاني ولا لا. بصوا يا حبايبي، هنيجي هنا بقى هنشتغل اول غرزة تزايد عادي بالشكل ده اهو، وهحط الغرزة بتاعتي الماركر في اول ايه، في اول غرزة. هاجي هشتغل برضو ادي 1 2 2 3 4. طبعا التزايد عندي هيبقى في الغرزة رقم كام؟ 5 6 7. يبقى الغرزة رقم 8 عشان احنا كنا متزايدين في الغرزة رقم 7 في السطر اللي فات. دي الغرزة رقم 8 اهو. اهو عملنا ايه تزايد الاول وبعدين 7 غرز، وفي الغرزة رقم 8 عملنا التزايد بتاعنا. هعد برضو ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. هتزايد في الغرزة رقم 8 اهو. 1 2. ده هيبقى اخر تزايد معايا. بعد كده 3 4 5 6. وغرزة الماركر هتبقى الغرزة رقم 7، يعني مش هنعمل تزايد تاني اهو بالشكل ده. ونحط برضو الغرزة بتاعتنا زي ما احنا اهو. تمام اهو كده. انا ايه في السطر التاسع بدايته اللي هو هنا اهو، مشيت كده اهو. همشي برضو الغرز بتاعت الثبات بتاعتي وهشتغل هنا برضو واعمل التزايد بتاعي في الغرزة رقم 8 واخلصه لحد ما اوصل للعلامة دي وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، كده انا خلصت السطر رقم 9 ووصلت للماركر اللي هو الايه الاصفر ده. تمام كده خلاص. انا كده مش هعمل ايه تزايد تاني، وهبتدي بقى ارتفع بجسم الايه بجسم الشنطه بتاعتي. هيسلكوا برضو المقاس عشان سمك الخيط اللي انتوا شغالين بيه عشان تعملوها بنفس المقاس اللي انا ماشيه ايه ماشيه عليه. شايفين العرض بتاعي 15 اهو، والطول بتاع القاعده اهو 26، والطول 26 26. تمام. هاجي بقى هنا هركب بقى الايه، هركب الحلقات بتاعتي في الدور ده. هشتغل بقى هشيل، بصوا السطر ده عندي رقم 10، هشيل الماركر واعمل الغرزة الاولانية واحط الماركر تاني. دي هتبقى بداية السطر ايه السطر عندي على طول كل سطر، عشان انا هشتغل برضو حلزوني عشان الشنطة ما تعملش علامة معايا، فلازم يبقى عندي علامة اهو. هاجي بقى كده بعد الغرزة بتاعة الماركر اللي هي الاولانية، هاجي اخد الحلقة دي اركبها اهي. هدخل كده اهو، شايفين اجي الحلقة معايا اهي، هدخل كده تمام. وهاجي في الحلقة في الغرزة اللي بعديها على طول اللي بعد العلامة بتاعتي هدخل فيها، اروح ساحبة الخيط كده اهو واروح عاملة غرزة ايه غرزة حشو، واستعدل واستعدل الحلقة كده معايا. ادي اول غرزة. وهاجي تاني غرزة برضو هدخل كده الحلقة ما بين ما بين الابرة وما بين اهي بالشكل ده، واروح عاملة غرزة حشو كده. انا عملت غرزتين، والغرزة التالتة عشان اثبتها اكتر يبقى 3. يبقى انا سبت العلامة بتاعتي اهي مكان العلامة، وعملت بعديها 3 غرز. هاجي هنا برضو المفروض ان انا هعملها قبل العلامة مش بعد العلامة. هنا عملناها بعد العلامة، لا هنا بقى هنعملها قبل العلامة، يعني هناخد 3 غرز اللي قبل العلامة. هشتغل عادي بقى في كل غرزة فوق كل غرزة من الغرز بتاعتي. خلاص انا كده وقفت التزايد، مش هشتغل تزايد في السطر ده. السطر ده رقم 10. هشتغل كده بالشكل ده اهو لحد ما اوصل العلامه بتاعتي. طبعا انا السطر ده خلاص انا هشيل العلامات دي ملهاش لازمه كده، بس انا سايباها لحد ما اركب بس الحلقات بتاعتي عشان خاطر تبقى مظبوطه مش اكتر. قبل ما نوصل ب3 غرز هنبتدي نثبت الحلقه بتاعتنا في القاعده.
عندي كده الغرزة رقم 4 اهو. اهو 1 2 3 غير العلامة الغرزة اللي فيها العلامة. هاجي هنا اهو وهخش في الغرزة كده اللي بعديها على طول، هعدي الحلقة كده، هدخل الحلقة في الإبرة الأول واروح داخلة كده اهو واروح ساحبة الخيط والحلقة جوه واروح عاملة ايه، واروح عاملة أول غرزة حشو وهدخل الغرزة اللي بعديها هتبقى سهلة، هعمل غرزة حشو وخلاص. انا هشيل بقى الماركر خلاص كده، مهمته انتهت، مش هحتاجه تاني. انا بس كنت حاطاه عشان اعرف العلامة بتاعتي، بس عشان اعرف اركب الايه الحلقات بتاعتي كده. 3 غرز من هنا و3 غرز ايه من هنا، وبعد كده هتبقى تتني كده الايه نركب فيها الايد بتاعت الشنطة بتاعتنا. تمام. هنيجي بقى خلاص نشيل دول، نشيل العلامات دي ملهاش لازمة، وهنشتغل بقى ايه، هنشتغل ايه حلزوني من غير اي حاجة. كل اللي انا هعمله هشتغل السطر ده معاكم كده بالشكل ده. السطر ده رقم 10. همشي بقى كده غرزة فوق كل غرزة لحد ما اوصل للعلامة بتاعتي وارجع لكم تاني عشان خاطر بس ما اطولش عليكم. خلصت يا حبايبي السطر العاشر بالشكل ده، وصلت للعلامة بتاعتي اهي وصلت للعلامة بتاعتي. هشتغل عادي بقى خالص. بصوا انا كل اللي انا اعمله بقى اسطر ارتفاع، وبدأت تتقوس معايا اهي، تاخد الشكل اللي هو الايه التقويصة بتاعت الشنطة، بدأت ترتفع لفوق. طبعا مش هتبان من اول سطر. هنيجي بقى بعد كده اهو السطر ده عادي خالص اهو. هعمل معاكم كام غرزة بس اللي هم فوق الحلقات اوريهم لكم، وبعد كده بقى ايه نرتفع بالشنطة. ادي ايه الغرزة اللي فيها العلامة، وما انساش احطها. ليه هحط العلامة؟ عشان خاطر ابقى عارفة نهاية السطر بتاعي انها تخلص في الحتة دي، ما افضلش شغالة والشنطة تبقى معوجة معايا في الاخر ما بقاش عارفة الغرزة بتاعت البداية بتاعتي. فلازم احدد المكان بتاع الايه بداية السطر بتاعي. الغرز الحلقة الغرزة اهي اللي هي فوق الحلقة هشتغل عادي. بصوا تحت الحلقتين كده ادخل كده عادي بقى خالص زيها زي اي غرزة حشو بالشكل ده اهي كده. الغرزة التالتة بتاعتي اهي بتبقى كده، وبعدين اشتغل عادي في كل غرزة غرزة لحد ما اوصل برضو الناحية التانية هاجي برضو هنا كده غرزة فوق كل غرزة لحد ما اوصل برضو للايه العلامة بتاعتي اهو. جينا للايه للتلات غرز بتوعي اللي هم فوق الايه فوق الحلقة بتاعت الشنطة. هشتغلهم عادي بالشكل ده بس يا حبايبي. وهكذا شايفين بدأت تاخد الكيرف اللي ايه تترفع لفوق اهي، وتاخد الكيرف معايا اللي هو ايه تاخد وضع الايه الارتفاع بتاع الشنطة. طبعا احنا ايه ما قفلناش زي الشنط التانية بنيجي نحدد القاعدة لوحدها والارتفاع بنحدده لوحده. لا احنا الشنطة دي بتختلف، احنا بنشتغل دايركت كده عشان تديني الايه تديني الشكل ده، تديني الشكل ده ما تبقاش فيها ايه تبقى جايه بيضاوي كده من هنا. لو انا حددت الشنطه مش هتبقى مدياني نفس الشكل وايه ده. شايفين انا عايزاها تديني نفس الشكل ده، فعشان كده هشتغل دايركت على طول. بصوا حبايبي هشتغل بقى كل اللي انا هعمله هرتفع بالسطور بتاعتي لحد الارتفاع اللي انا هشوفه زي الشنطه دي اللي معايا بالظبط المناسب
ليا، وانتي برضو بترتفعي لحد الارتفاع المناسب ليكي، وهقول لكم انا ارتفعت بكام سطر بالظبط، عملت كام سطر بعد الايه، بعد السطر ده. المفروض السطر اللي انا فيه ده يعتبر ال11. هنشوف ارتفعنا كام سطر وهنقيسها بالمازوره برضو عشان نعرف. هخلصها بس عشان ما اطولش عليكم، هخلص الارتفاع بتاع الشنطه ونيجي نكمل باذن الله بقيه الشنطه مع بعض.